الاهلي يتعادل مع سان داونز في يوم حزين جدا كرويا على الكره المصريه كلها. ما حصلش فيه غير حاجه واحده بس كده حلوه الصبح، في شخص كده خلاص هيختفي، بس ما علينا يعني. لكن غير كده الزمالك خسر من الترجي، ومنتخب مصر خسر في بتاعه بطوله الناشئين اللي محدش كان عارف ان هي بتتلعب اصلا، بفضيحه وحوارات طويله كده اللي بنتكلم عليها ان شاء الله. وفي الاخر الاهلي يتعادل مع سان داونز. فانا في الفيديو ده جاي اكلمك عن اللي حصل في ماتش الاهلي وسان داونز، وليه في الاول كان شكلنا وحش وبعدها بدا يتحسن، وايه اللي حصل وكل التفاصيل. فعوده للكره المحليه الجميله بتاعتنا وفرقنا بعد غياب طويل، فاعمل لايك وشير وسبسكرايب وبس. اهلا بيك في كروس اوفر، انا عمرو زكي ويلا بينا. طبعا في الشوط الاول احنا كان شكلنا سيء، ودي حاجه يعني كانت واضحه جدا، والشوط الاول اصلا خلص واحنا خاسرين 1-0، فيعني حتى النتيجه كمان بتاكد على ان شكلك كان سيء. الفكره اللي كانت في دماغ كولر ايه في الشوط الاول؟ الفكره اللي كانت في دماغه ان انا العب ضغط عالي واحاول اخد الكوره من بدري قوي، واعتقد ان هي بانت اصلا في اول 10 دقائق حتى بلقطه معينه بتاعت احمد عبد القادر، لما لعيبه الاهلي بدات ان تضغط على مدافعين سان داونز وما بيحاولوا لسه يبنوا اللعب، والضغط وخد الكوره وشاطها واتصدت. فده يبين لك الفكره اللي كانت في دماغه، ان هو عايز ياخد الكوره من قدام من مناطق لعب الفريق الثاني، وابدا ان انا اوصل بسرعه واقصر مسافات واحاول اسجل عن طريق الغلطات وكل الحاجات دي. ففكره جميله وبتدل على الجرأه، انت نازل في ملعبك وسط جمهورك بتلعب سان داونز فريق كبير اتقل خصم في المجموعه، بس انت مش نازل خايف، انت نازل بتضغط من قدام وعايز تسجل بدري. المشكله بقى كانت ان خط الهجوم بيضغط، نص ملعب بيضغط، خط الدفاع ما بيتقدمش، فاللي بيحصل ان في خطين قريبين من بعض وخط ثالث بعيد قوي، فبقى عندك مساحه كبيره جدا فاضيه. المساحه الفاضيه دي اللي خلتنا نشوف اللقطه بتاعت الجون اللي سان داونز سجله بيتكرر كذا مره. اللعيبه بتاعت سان داونز كان عندها وقت طويل قوي على الكوره، هو ممكن يمسك الكوره يعني براحتي بقى، انا معايا فدان يا معلم العب فيه. فتلاقي اللعيب بتاع سان داونز ايا كان بقى هو مين بياخد الكوره يقف يلف يعدل يتفرج يقرا الملعب يباصي يعمل كل اللي هو عايزه. من الاخر انت مديله وقته على الكوره قوي، ولان انت بتلعب في نص ملعبك ناقص واحد، فهو ولا بيساند هجوميا ولا بيساند دفاعيا، والواحد ده هو اسمه قفشه. ويعني بصراحه بقى انا تعبت جدا من قفشه بجد، يعني استمر يا معلم، انا كده كده قلت اتفرج على الكوره قريب، انت كرهتني فيها، مش طبيعي بجد مش طبيعي. قفشه زي ما بقول لك انت فعلا كنت بتلعب ناقص واحد، قفشه مساندات هجوميه مش موجوده، مساندات دفاعيه مش موجوده، يعني انت في الطبيعي ان مع كولر من اللي احنا شفناه ان اللعيب الزياده اللي بيبقى موجود ده اللي هو غالبا بيبقى قفشه، ده بينزل تاني كتالت في نص الملعب، لان الراجل ده اصلا بيتنوع بين ال 4-3-3 وال 4-2-3-1 وشفناها في اوقات كتير. فقفشه ما بينزلش حته الثمانيه دي خالص وانت معكش الكوره، هو ثابت زي ما هو عمال بس واقف قدام عمال يفكر، طب انا لما اجيب جول اروح اتاسف برده للجماهير ولا خلاص اتقرت بقى وبقت محفوظه؟ فتعبت يعني مفيش اي فايده منه. خلينا نرجع تاني اللي كنا بنقوله، حته الضغط العالي والمسافه الكبيره اللي كانت متساويه بين خط الدفاع وبين نص الملعب وخط الهجوم، دي كانت عامله لك مشاكل كبيره، غير المشاكل الدفاعيه في حته ان في مساحه كبيره فاضيه، فهي برده مطوله المسافه قوي لما انت تقطع الكوره، يعني ربنا استرها معاك يا معلم والكوره راحت عليك بس خط دفاعك قطعها، في مساحه طويله قوي محتاج ان هو يقطعها على ما يباصي الكوره، فبرده الدنيا كانت خطر عليك، فبرده التعامل ما كانش احسن حاجه في الخروج بالكوره، عشوائيه كبيره جدا كانت موجوده. كل ده بسبب ان زي ما بقول لك في فكره كان شكلها حلو لكن كان فيها مشكله في التنفيذ، وده اللي خلى في ان احنا في اوقات كتيره كنا بنشوف في الشوط الاول الاهلي بيلعب على كور طويله، عشان زي ما بقول لك هو مش عارف يوصل الكوره لنص الملعب، حتى لو وصلها لنص الملعب فخلاص بقى نص الملعب سقط عشان ياخد الكوره، بقى في جاب تاني برده بين خط الهجوم، الخطوط كلها بعيده عن بعض، فلما تبدا تلعب كور عاليه هتبقى بلا هدف، لان انت يا معلم ما عندكش مهاجم صريح، انت عندك اكبر مشكله في حياتك ان الفرقه دي بلا مهاجم صريح، فبقيت خلاص عمال تعلق كور في السماء على امل بقى ان انت تاخد السكند بول، انت كده كده فاقد الامل في انت تاخد الاولى، اللي هي الكوره اول ما تتلعب انت فاقد الامل ان انت تطلع تكسبها، لان بيرسي تاو مش هيطلع يكسب الكوره من وسط اتنين مدافعين بتوع سان داونز، حسين الشحات مش هيطلع يكسبها، احمد عبد القادر مش هيطلع يكسبها، قفشه مش هيعمل اي حاجه في الحياه، فخلاص مين هيطلع ياخد الكره العاليه؟ مفيش حد، فانت بقى كل املك ان العب كره عاليه فتترد لي على الارض فانا اخدها وابدا العب. الدنيا بدات بقى اتحسنت في الشوط الثاني لان انت كنت لازم تحسن، انت بانت قوي مشاكلك كمان لما بقيت خسران، انت بقيت لازم تغير خلاص، فالتغيير اللي حصل بخروج قفشه، ودي احسن حاجه في الحياه، حتى يا اخي سبحان الله تحس الدنيا بدات تفتح لما خرج، مش حاسس ان انا جاي على قفشه زياده خالص يعني. فمع نزول كهربا ووجوده في الملعب مكان قفشه بقى الشكل بقى 4-2-3-1، بس 4-2-3-1 بجد، لان بقى في بيرسي تاو بيلعب تحت المهاجم، وده المكان اللي اعتقد ان بيرسي تاو بيلعب فيه احسن حاجه، هو بيحب ان هو يروح بوشه فده بيديله خطوره اكتر، وعامه انا بيرسي تاو فعلا بحبه، انا بحب اللعيب ده، يعني انا مش مع الهجوم عليه، هو عنده شويه مشاكل، هو تقيل قوي على الكوره، يعني عنده دايما حته كده متاخره ثانيه ثانيتين زياده بالكوره، فدي ساعات بتعمل مشاكل، بس غير كده هو فعلا بيتحرك كتير، عنده جرأه، بيحب ان هو يحاول يرقص، فبيعمل لك شويه مشاكل مع الفريق ضدك، ان هو يعمل لك عليك فاولات يغلطهم، الحاجات دي كلها مفيده، مش احسن فينيشر في الدنيا عشان كده مش مقتنع بيه كمهاجم، انا مقتنع بيه تحت المهاجم بصراحه. غير كده كمان برده في الشوط الثاني الدنيا بدات تقرب لبعض شويه، الخطوط اللي كانت بعيده بدات ان هي تقرب،
انا ظلمت قفشه قبل ما يخرج عمل حسنه واحده، بص صح البيرسي ده اللي خدنا من ضربه الجزاء. وجبنا بس ضربه الجزاء، محمد هاني داخل بيشوطها ليه؟ انا عايز افهم، عشان انا فعلا محتار من ساعه ما الماتش خلص. انا قاعد بفكر ليه محمد هاني شاط ضربات جزاء؟ امتى اصلا محمد هاني شاط ضربه جزاء صح؟ امتى اصلا محمد هاني شاط ضربه جزاء؟ سيبك من صح او غلط، عشان انا مش فاكر له اي مره، انا فعلا مش فاكر له اي مره شاط ضربه جزاء. علي معلول في الملعب ما يشوطها علي معلول، انا مش فاهم الفكره. وفعلا مش عارف، طيب ده كان طلب من كولر هو اللي قال له لا انت اللي هتشوطها، ولا علي معلول اللي قال مش عايز اشوطها؟ وحتى لو علي معلول قال مش عايز يشوطها، ليه هو اللي يخش؟ بالنسبه لي عبد المنعم مثلا كان يلعبها احسن لو علي معلول فعلا مش عايز يشوط، اللي هو خلاص انا ببني افتراضات بقى وعايش عليها دلوقتي. لان محمد هاني لعب اسوأ ضربه جزاء شفتها في حياتي، ضعيفه قوي ومش في زاويه، ويعني الحارس مش محتاج ان هو يترمي اصلا، هو لو هو واقف صدها برجله كده خلاص هيجيبها. لكن بعدها ربنا كرمك وقدرت انت تتعادل عن طريق محمد عبد المنعم، والواد ده بيلعب بدماغه احسن من مهاجمين كتير قوي بجد. ما شاء الله عليه محمد عبد المنعم بقاله فتره طويله، او يعني هو من ساعه ما طلع وهو بصراحه مميز جدا في الركنيات، من اكتر الحاجات اللي بتعجبني فيه. واعتقد ان هو بيشتغل على الموضوع ده، لان في جمله كتيره قوي بتتعمل ان علي معلول يلعبها له على القريب وهو اللي يحطها في الجون، فهي دي حاجه محفوظه وبتتكرر كتير. بعدها قدرت انت تسجل الجون الثاني عن طريق اكتر لاعب اعتقد ان هو متالق مع كولر، يعني اعتقد من اول ما كولر وصل حسين الشحات اكتر لعيب مستوى ثابت. وخلينا فاكرين ان اول ما كولر وصل كان بيطلع كلام من الصحفيين الموثوقين، كابتن احمد شوبير يعني مفيش غيره، ان حسين الشحات مش مقنع بالنسبه لكولر، ان كولر عايز يبيعه. لكن حسين الشحات بصراحه احترمه جدا على اللي هو عمله ده، غير وجهه نظر الراجل فيه خالص. حسين الشحات اساسي بقاله فتره، وزي ما بقول لك اكتر واحد تقريبا مستوى ثابت معايا. والجون اللي هو سجله جون حلو قوي وصايع يكيفك، دخل وموه وهوش ان انا اشوط في البعيده وراح حب في القريبه ومثبت كله، خلانا كلنا قاعدين مش فاهمين ايه اللي حصل، يعني حاجه تتفاجئ منه بصراحه. وخلاص اتعشمنا قلنا هي الحاجه المضيئه في اليوم اهي، لكن للاسف الغلطات الدفاعيه مستمره. الجون الاول من غلطه دفاعيه والتغطيه العكسيه والكلام كتير بقى تفاصيل، يعني ان انت زي ما بقول لك خط الدفاع اللي كان متاخر قوي، فمحمود متولي لما طلع يقابل اضطر محمد عبد المنعم يرحل، فعلي معلول على ما بدا ان هو يخش كان خلاص الثاني كان سابقه، فكان في عشوائيه كتيره جدا، وده اتكلمنا عليها في الشوط الاول. الشوط الثاني بقى في الجون الثاني اللي دخل فيك الدنيا كانت ملخبطه بسبب السكند بول بعد الفاول، اللعيب كان لوحده خالص. يعني الفاول اتلعبت، الكره اتردت للعيب سان داونز مش فاكر اسمه ايه، اللي هو شاطها جت في العارضه، اتردت بقى اللعيب تاني هو اللي استلم براحته قوي. عبد المنعم كده كان اتزحلق راح منيمه تاني وراح شايط، كل ده خد وقت طويل قوي جوه ال 18 وهو معاك كوره، فدي كانت مشكله. كان لازم يبقى التعامل اسرع، وان انت تمسك اللعيب اساسا والتمركز بتاع اللعيبه كان يبقى احسن. في حاجه بقى مخوفاني جدا حصلت في الماتش ده، وان التغييرين اتعملوا في قلوب الدفاع، محمود متولي طلع ومحمد عبد المنعم طلع، واتمنى الاثنين دول ما يكونوش اتصابوا، عشان دي بالنسبه لي تبقى مشكله. ياسر ابراهيم بصراحه مستواه بدا يقع تاني بعد ما كان في فتره كان ماسك مستوى كويس، مؤخرا مش احسن حاجه، فيعني اقلق بصراحه من وجوده. وخالد عبد الفتاح لسه برضه لعيب جديد ومش مكانه، اقلق برضه لو هو اللي هيكمل بعد كده، فيعني اتمنى الاثنين دول يكونوا كويسين. وعلى سيره التغييرات، في حاجه عجبتني لما محمد شريف نزل. لو محمد شريف نزل قلت هيروح هو مهاجم وكهربا يروح على الشمال، لكن اللي حصل ان لا، كهربا هو اللي فضل كمهاجم وتحتيه بيرسي تاو، وعلى الشمال كان محمد شريف. فيعني واضح ان كولر هيرجع شريف تاني حته الوينج، مش عشان شريف حلو فيها، عشان بس يبعدوا عن المرمى كده، عشان احنا هنتنقط، فيعني كتير علينا شريف وتحتيه قفشه حرام. فلو شريف هيبقى مجرد لعيب بينزل من على الدكه يجري على الجناح، يا عم انا موافق، انزل خليه يرمي على الجناح يلا. لكن للاسف بالتعادل ده الدنيا بدات تتصعب علينا شويه، لان انت كده عندك مشاكل، انت كده خسرت من الهلال وكان معاك نقطه واحده من ماتشين، ماتش سان داونز اللي هنا اللي كان في ارضك اتعادلت، هتروح هناك الدنيا هتبقى اصعب، وكده كده هيلعبونا في العصر وهنتعذب. فالماتش الجاي يوم 3/3 قدام القطن الكاميروني، ده لو ما خرجناش بنتيجه ايجابيه هتبقى فعلا مشكله، ونتيجه ايجابيه يعني فوز، ما فيهاش كده كده عادي، لان انا مش عايز امسك آلة حاسبه، مش حمل الحوار ده خلاص. اخر حاجه عايز اتكلم عليها مروان عطيه، عشان ده فعلا من اللعيبه اللي عجباني جدا بصراحه. مروان عطيه لعيب فعلا ممتاز، وفعلا صفقه مناسبه جدا للاهلي، وده الصح، انت لما تجيب صفقه تبقى عارف ان هي مناسبه ليك ومستواه فعلا يأهله ان هو يلعب، يبقى فعلا زي اللي عندك او يمكن اعلى كمان. وحته زي اللي عندك دي اقبلها في اي صفقه محليه بس بالمناسبه، عشان ما تروحش تجيب لي اجنبي تقول لي زي اللي عندي. لكن مروان عطيه فعلا لعيب ممتاز قوي كمان. فيعني ماتش النهارده زي ما قلت لك بالنسبه لي حاسس ان هو ممكن يدخلنا شويه مشاكل، بس انا مش عارف بصراحه افرح ولا ازعل، يعني انا من قبل الماتش كنت حاسس احنا ممكن نروح لاوحش من كده. فيعني قشطه، تعادل اي ويل تيك ات يا عم. فبس هو ده اللي عندي على ماتش الاهلي وسان داونز. لو الحلقه اعمل لايك وشير وسبسكرايب وبس، سلام.